السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. طبعا لو الملوخيه ما بتتظبطش معاكي وبتبقى صيصه وقوامها ما بيبقاش حلو معاكي، بتكايه واحده اقول لك ازاي تظبطيها. كمان احنا في موسم الملوخيه وكتير جدا في السوق، ففي الوقت ده حلو جدا لو انت هتفرزيها. اول حاجه انا هو جبت الملوخيه غسلتها حلو جدا وبدات كده ان انا ارطفها. يا ريت وانت بتقرطفيها تقرطفيها من العنقود بتاعها، شايفه العنقود بتاعها ده؟ تقرطفيها منه، ما تعمليش لحد الورقه بس. العنقود ده بيديكي قوام حلو وكمان بيديكي كده اللون الاخضر والطعم الحلو، ما تعمليش لحد الورق عشان ما تبقاش صيصه معاكي. خلصت كده الكميه وقرطفتهم. انا بحب اعملها طبعا بالمخرطه مش بالكبه ولا الخلاط، علشان ما تبقاش معاكي ناعمه يعني وما بتبقاش كده مظبوطه. طبعا هنا هوت كمان اقول لك على معلومه. يا ريت وانت بتحطي اول حاجه تحطي الملوخيه وتنزلي عليهم بالشوربه تدريجيا وهي سخنه لحد ما يديكي القوام اللي انت محتاجاه. هنا بقى عملت لها الطشه زي ما انتم شايفين، بجد ريحتها وطعمها تحفه جدا. ولو انت جربتيها بالطريقه دي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك فضلا وليس امرا. ما تنسيش تشيري الفيديو وتعملي لايكات كتير. شايفين قوامها وطعمها تحفه جدا.